شايفين كمية البسكوت دي كلها بربع كيلو دقيق. لا ومش بس كده، من غير مكنة بسكويت ومن غير كيس حلواني. وعايزة اقولك هش وجميل ولا القرمشة. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا كوباية من السمنة طبعا ساقعة، ومعايا كوباية الا ربع من السكر البودرة، لازم السكر يبقى بودرة. هنضربهم كويس بالمضرب. اهو يا جماعه نقعد نضرب كده لغايه ما لون السمنه يفتح معانا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنقعد نجيب الجناب دي عشان كله ايه يبقى لون واحد، كله يبقى يتضرب معانا. طبعا مش متوفر عندك المضرب الكهرباء تقدري عادي تضربيها بايدك، بس هتاخد منك وقت. تمام، يعني المضرب الكهرباء اسهل بكتير. لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي المضرب اللي هو العادي اليدوي. وادي كده بعد ما ضربنا السمنه والسكر مع بعض يا جماعه، زي ما قلت لكم بعد ما كميه السمنه هتتضاعف معانا كده ولونها هيغير، هننزل بالبيضه. طبعا انا عشان مش عامله كميه كتير فانا عامله بيضه واحده، وهنزل على البيضه بشويه من الفانيليا، وبرده هنضرب كل ده مع بعض. كده بعد ما البيضه اختفت معانا تماما هنزل بكوبايه الدقيق. هنا بقى المواد الجافه، عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر وربع معلقه ملح. وهنا بقى هتكون مهمه المضرب اليدوي خلصت، وهنبتدي نشتغل بايدنا. زي ما قلنا بقى هنتنزل على المضرب وهنعمل العجين بايدنا. تمام، طبعا هنزل اول كل السمنه والسكر اللي في الجنب ده كده اللي بعد ما ضربتهم نطروا في كل حته، وهلم العجين. وبعد كده هعمله بايدي. اهو يا جماعه بعد ما لميت العجين ده بقى شكله، هبتدي بقى ان انا ايه المه بايدي. تمام، هنا يا جماعه بعد ما خلصت لم العجينه بايدي ده بيبقى ملمسها. العجينه بتبقى ناعمه كده زي ما انتم شايفين، وبتبقى طريه ما بتبقاش ماسكه نفسها، عشان احنا هنحطها في كيس بتاع المعجنات وهننزلها، مش هنحطها في مكنه. طبعا لو هتتحط في مكنه لازم تبقى شاده نفسها عن كده شويه، بس طبعا انت بتسيبها ترتاح، وبعد ما بترتاح بتشتغلي بيها بتكون جمدت شويه. زي ما قلنا احنا عايزينها سايبه كده علشان ان احنا هنحطها في كيس الحلويات وهننزلها. تمام، هنا هنسيبها ترتاح نص ساعه، هنكون علقنا على الفرن، وبعد كده هنرجع نشكلها معاكم. وادي يا جماعه جيت لكم تاني. طبعا انا ولا عندي كيس حلواني ولا عندي قمع البسكوت. كل اللي عملته ان انا جبت كيس تلاجة قطعته حته صغيره من تحت، وجبت ازازه صغيره عندي قطعتها كده الراس بتاعتها زي ما انتم شايفين، وبحته شوكه خرم الغطا، يعني علشان ما تعجزيش نفسك عن حاجه. وعايزه اقولك ان هو بيطلع النقشه بتاعته تحفه والطريقه بتاعته جميله، وهوريكي شكله دلوقتي معايا عشان لو بتتفرجي عليا دلوقتي وبتتابعيني تقومي تجربي الطريقه دي. اظن مفيش اسهل من كده، والمكونات كلها اكيد موجوده عند حضرتك في البيت. وادي يا جماعه اهو هعمل معاكم اول كام واحده. بصوا يا جماعه اهو بيبقى عباره اهو عن كده شكل العصفور. الكيس بتقطعيه من تحت. هعمل معاكم التجربه بتاعت الكيس دي بالغطا، هعملها قدامكم تقدروا تعملوها ازاي،
وتشتغلوا بيها. وبرده لو متوفر عندك كيس حلواني عادي، بس انا عشان مش متوفر عندي كيس حلواني وقمع وانا عملت العجين، فانا قلت ايه، انا عايزه لسه هجربها لاول مره. بس انا فعلا عملتها وطلعت النقشه بتاعتها جميله. الصينيه التانية حطيتها في التلاجة قبل ما اطلع لكم اوريكم الطريقه بتاعت الكيس بالغطا الازازه. انا عملت صينيه تاني وشلتها في التلاجة ان هي تسقع علشان ندخلها على طول الفرن. وهعمل دي كمان قدامكم، يعني انا قبل ما بوريكم الحاجه انا بجربها عندي. تمام. بص بقى يا جماعه اهو، هتمسكوا الكيس كده اهو، شايفين؟ بصوا هتطلع كده اهي، شايفين وهي طالعه اهي. بصوا بصوا يا جماعه شكل البسكوته، شايفين؟ وشايفين النقشه عامله ازاي؟ هنعمل مع بعض واحده تانية. شايفين؟ شايفين شكل البسكوته؟ تقولي مكنه، تقولي كيس حلواني بالقمع بتاعه، وهو كل ده يا جماعه بكيس بلاستيك وغطا مخروم. هخلص الكميه اللي قدامكم، هنعمل مع بعض واحده تاني. ثواني. بصوا يا جماعه، بس دي ايدي اتعوجت يعني فيها، فعادي مش مشكله، شغاله برضه. بصوا نعمل واحده تاني. بصوا شايفين يا جماعه الشكل؟ وكل ده بكيس تلاجة وغطا ازازه. ماشي، هكمل الصينيه دي وهكمل بقيه الكميه اللي معايا دي وهرجع لكم بعد ما اخلص. استنوني ما تروحوش بعيد. وهنا يا حبايبي اهو بعد ما عملتهم كلهم زي ما انتم شايفين، بصوا الجمال. بصوا يا جماعه، انا هنا مسخنه الفرن بقاله كده نص ساعه، بس انا كنت مقصره الفيديو عشان مبقاش طويل عليكم. هحطوا البسكوت في الفرن هما يدوبك 15 دقيقه وهطلعه. طبعا يا جماعه انا مش دهنه الصواني طبعا اي ماده دهنيه، لان هو بينزل السمنه بتاعته وهو بيتعمل، فهتدهنيه ماده دهنيه هيتحرق منك من تحت. تمام. هندخله على رف اوسط لمده 15 دقيقه بس يا جماعه. الفرن يكون سخن قوي علشان الرسمه بتاعته ما تبصش ويسيح مننا. تمام. واستنونا بعد ربع ساعه وهرجع لكم. ودي يا جماعه حته العجينه اللي بقت مني. بصوا الاول زي ما قلت لكم العجينه كانت ملزقه اول في ايدي، لما خليتها ان هي ترتاح شويه بصوا بقت عامله ازاي. دي بقى يا جماعه انا هشكلها يدويا. تمام. علشان دي خلاص مفيش كميه كبيره ان انا اعرف ازقها في الكيس زي ما قلت لكم وتخرج مني، فدي انا هشكلها يدوي. تمام. استنوني ما تروحوش بعيد. وهنا طبعا يا جماعه رخامتنا نظيفه جدا. انا لازم قبل ما ابدا اعمل اي حاجه بمسك الرخامه اصبنها. تمام. علشان لما ببقى عامله حسابي ان انا حاجه احطها على الرخامه اسيب حاجه كده ان الرخامه بتاعتي ما تبقاش وسخه. تمام. هنا اهو هنفرد العجينه بتاعتنا كده كاننا بنفرد فطيره. تمام. وهنشيل كده حتى من الجنب كده، شيلنا حته من الجنب هنسويها. تمام. اهو شلنا الحتت الزياده، طبعا دول مش هنرميهم، هنعمل بيهم برضو ايه حاجه تاني. فهمت هذا بسرعه، أيمكنك تفسير هذا؟ تمام كده. وهنقسم البسكوت زي ما انتوا كده شايفين. قسمنا البسكوته بتاعتنا. تمام. فانت بقى براحتك بقى، عايزاها مربعات عايزاها بالحجم ده اللي يريحك. تمام. بس انا بقولك يعني ان ايه، ان انت براحتك، عايزه تخليها كده خليها، عايزه تعمليها تقسميها قسمتين تاني اللي يعجبك. تمام. بس انا هخليها كده علشان انا كل الصينيه اللي فاتت صغير. ماشي. وهنشيلها تتشيل بكل سهوله. لا اتقطعت مننا. طب بصوا تعالوا نجرب الطريقه دي في قلب الصينيه بتاعتنا. الصينيه علشان هي العجينه ساحت قوي اهو، هنعملها في قلب الصينيه، هنفردها ونشكل في الصينيه وبالمره هيكون اسهل علينا يعني. تمام. هنفردها في الصينيه
انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا والله العظيم اللي بيشجعني في موضوع الطبخ ده هو ابني. يعني هو اللي بيقول كل شويه احنا قاعدين: ما تيجي يا ماما تعملي لنا بسكوت، ما تيجي يا ماما اعملي لنا كيكه، يا ماما ما تيجي تعملي لنا فهو والله العظيم اللي بيشجعني، وعايز اقول لكم بيبقى واقف معايا. يعني هو بيبقى واقف معايا وشايف انا بعمل ايه. تمام. هعمل زي ما عملنا على الرخامه وهرجع لكم. وبكده زي ما قلت لكم هنعملها في الصينيه احسن، او قطعناها طبعا، بس احنا بقى عايزين نفس الشكل اللي هو بتاع البسكوت التاني ده كده، محدش يرضى ياكله. اهو بشوكه كده خفيفه. بس ما تغرزيش الشوكه قوي علشان ما تخرمش منك العجين. تمام. بصوا اهو هنمشي الشوكه كده عليها بحيث ان هي تبقى منقوشه. تمام. بس ما ننزلش الشوكه للاخر اهو. شايفين؟ مفيش اسهل من كده. اخلص بقى بقيه الكميه دي، ممكن اعملها صوابع اللي هي زي كده وابططها. زي صابع الكفته كده بالظبط، بس هنبططها. تمام. هنعملها مبططه. والله والعيال هيحبوها قوي. ايوه كده اهو. نعملها زي صابع الكفته كده مبططه. وبرده هنا بقى عايزين نعملها بقى بالسكينه مثلا. فاخر حته بقى انت دي شكلي فيها زيها زي الكحك بالظبط. ما تنسيش لو وصلت لغايه هنا تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغيرك يستفيد وربنا يحسن ما بين ايديكم. وانا عايزاكي دلوقتي اللي بتتفرجي عليا تقومي كده جربي، احنا داخلين على عيد الكبير، كل سنه وانتم طيبين. فعايزاكي كده ايه يعني جربي. كنت منزله لكم برده فيديو للكحك هتلاقوه، فجربي مش هتخسري حاجه. بس استني ما تجربيش غير لما اطلع اللي في الفرن واوريكي النتيجه عامله ازاي. بعد كده جربي اللي انت عايزاه. احنا يا جماعه عايشين عشان ايه؟ عشان نعمل يطلع مره حلو مره وحش، زي ما بيقولوا ما بتجيش من اول مره. تمام. فانا هخلص بقى بقيه الحته الصغننه دي وهرجع لك. ما تنسيش زي ما قلت لك تعملي لايك وتشتركي في القناه وما تروحيش بعيد علشان اوريكم اللي هيطلع من الفرن. طبعا انا بعد ما اعمل دي هوريها لكم كده لقطه خفيفه عشان ادخلها التلاجة عقبال ما اخواتها يطلعوا من الفرن. واهو كده خلصنا الصينيه التانية. هحطها بقى في التلاجة زي ما قلت لكم وهرجع لكم، ما تروحوش بعيد. البسكوت بتاعنا خرج من الفرن. بصوا هو الرسمه صحت شويه كده، انا ممكن اكون يعني عيرت السمنه كتير، بس انا عايزه اقول لكم بصوا يا جماعه البسكوته اللي تلاقيها مخرمه من تحت كده اعرفي ان البسكوته دي هتكون هشه وطريه وهتدوب معاكي من اول ما تسقطيها. يعني انت اول ما تحطي ايدك هتلاقيها دابت معاكي بكوبايه الشاي. وعايزه كمان اسمعكم حاجه. بصوا قد ايه البسكوته هشه وطريه وكمان فيها سنه القرمشه. سامعين؟ بصوا. فما تنسوش لو وصلتوا معايا لغايه هنا، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وغيرك يستفيد وربنا يحسن ما بين ايديكم. وعايزه اقول لكم ان كل الكميه دي انا عاملاها بربع كيلو دقيق. يلا مع السلامه، باي باي.